السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي محمود. وأنا اسمي منة. أهلا بيكم في قناة فهمناكم. النهاردة مش هنحفظ، النهاردة هنفهم المحاضرة الثالثة مع بعض. وقبل ما نفهم انزلوا بسرعة تابعونا على الفيس والإنستجرام والتيك توك وخشوا جروبات الواتساب والتليجرام اللي في الوصف. ركزوا معانا عشان نفهم الخلاصة، بس قبل ما نبدأ خلونا نراجع في دقيقة اللي قلناه المرة اللي فاتت ونحل سؤال التحدي. المرة اللي فاتت سألنا لو صاحب المحل سحب فلوس لمصاريف مدرسة ابنه تتسجل إيه؟ والإجابة هي مسحوبات شخصية أو withdrawals. وقلنا بالبلدي إن أي حاجة شخصية ملهاش علاقة بالبزنس بنسميها withdrawals. تمام قوي. أول موضوع معانا في ملف محاسبة 3 هو أساس المحاسبة كلها، مفهوم الحساب وقواعد المدين والدائن. أول حاجة هي الحساب أو The Account. أكاديمياً هو سجل محاسبي فردي للزيادات والنقصان في أصل أو التزام أو بند من بنود حقوق الملكية. وعشان نفهم الأكاونت ده خدوا عندكم الثلاث أمثلة دول. المثال الأول دفتر الشك اللي عند البقالة كل صفحة فيه باسم زبون، دي تعتبر حساب. المثال الثاني حساب بنكي عاملة مخصوص لمصاريف شغلك بس. المثال الثالث صفحة في أجندة مخصصها تسجل فيها كل الفلوس اللي عليك لمورد معين. بالظبط، وكل حساب من دول له جانبين. الجانب الشمالي بنسميه مدين أو ديبت واختصاره DR، والجانب اليمين بنسميه دائن أو كريدت واختصاره CR. ودلوقتي نيجي لأهم قاعدة المدين والدائن أو الديبت أند كريدت رولز. الأصول والمصروفات والمسحوبات طبيعتهم مدينة، يعني لما بيزيدوا بيبقوا ديبت ولما بيقلوا بيبقوا كريدت. أما الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات فطبيعتهم دائنة، يعني بيزيدوا في الكريدت وبيقلوا في الديبت. يعني ببساطة كل حساب له طبيعة، لو حاجة حصلت ماشية مع طبيعته يبقى بنسجلها في نفس طبيعته، ولو عكس طبيعته بنسجلها في الجانب التاني. زي ما نقول الأصول مدينة، اشتريت أصل جديد يبقى الأصول زادت يبقى تسجلها مدين، دفعت من الخزنة أصل بس قلت يبقى تسجلها في الجانب العكسي اللي هو الدائن. ممتاز. بعد ما عرفنا الحسابات وقواعدها، أول خطوة عملية هي التسجيل في دفتر اليومية أو الجورنال. الجورنال هو دفتر القيد الأولي اللي بنسجل فيه كل العمليات المالية بترتيب حدوثها الزمني. وعشان نفهم الجورنال ده يا شباب خدوا عندكم الثلاث أمثلة دول. المثال الأول لو اشتريت بضاعة الصبح بتجري تفتح الدفتر وتقيدها فوراً عشان ما تنساش. المثال الثاني لو دفعت إيجار المحل الظهر برضو بتسجل العملية دي في نفس الدفتر تحت اللي قبله. المثال الثالث لو بعت بضاعة بالليل بتسجلها برضو في الجورنال، يعني هو ماشي معاك خطوة بخطوة طول اليوم. كويس جدا. بعد ما سجلنا كل حاجة بالترتيب في اليومية بنحتاج ننظم الداتا دي. هنا يجي دور دفتر الأستاذ. دفتر الأستاذ أو The Ledger ده يعتبر تجميع لكل الحسابات اللي الشركة بتتعامل بيها، كل حساب في صفحة لوحده عشان نجمع كل المعلومات المتعلقة بيه في مكان واحد. وعشان نبسطها شوفوا الثلاث أمثلة دول على الليدجر. المثال الأول صاحب عمارة عنده دفتر ومخصص صفحة لكل شقة بيجمع فيها كل الإيجارات اللي اتقبضت من الشقة دي. المثال الثاني ابلكيشن المصاريف على الموبايل اللي بيقسم كل صرف لوحده، ده قسم الأكل وده قسم المواصلات وهكذا. المثال الثالث أحسن مثال هو قائمة الأسماء على موبايلك، كل اسم بتدوس عليه بيجيب لك كل حاجة تخصه في مكان واحد. والعملية اللي بننقل بيها البيانات من دفتر اليومية لكل حساب في دفتر الأستاذ اسمها الترحيل أو البوستنج. عملية البوستنج دي معناها ببساطة إننا بناخد كل طرف من القيد اللي في دفتر اليومية ونوديه صفحته المخصصة في دفتر الأستاذ. يعني المبلغ المدين يروح للجانب المدين في صفحته، والمبلغ الدائن يروح للجانب الدائن في صفحته. تمام، سجلنا ورحلنا. آخر خطوة معانا في دورة النهاردة هي إننا نتأكد إن شغلنا سليم ومفهوش أخطاء. هنا بنستخدم ميزان المراجعة أو الترايل بالانس، قائمة فيها كل الحسابات وأرصدتها النهائية. الهدف الأساسي منها هو التأكد من تساوي مجموع الأرصدة المدينة مع مجموع الأرصدة الدائنة. زي ما احنا شايفين كده بنجيب الرصيد النهائي لكل حساب ونحطه في ميزان المراجعة، يا إما في عمود المدين أو عمود الدائن حسب طبيعته، وفي الآخر لازم مجموع العمودين يطلعوا قد بعض بالظبط. منى، وفكرة الترايل بالانس دي نقدر نفهمها بثلاث أمثلة بسيطة جدا. المثال الأول ده عامل زي ما تراجع حسابك مع الكاشير قبل ما تدفع عشان تتأكد إنه صح. المثال التاني شبه التشيك ليست اللي بيعمله الطيار قبل ما يطلع بالطيارة عشان يضمن إن كل حاجة مظبوطة. المثال التالت كأنك بتعد قطع البازل كلها قبل ما تبدأ عشان تتأكد إن مفيش ولا قطعة ناقصة. عاش يا أبطال، كده فهمنا إزاي بنسجل ونرحل العمليات. دلوقتي وقت سؤال التحدي. سؤالي ليكو هو إيه هو الدفتر اللي بنسميه دفتر القيد الأولي؟ هل هو الجورنال ولا الليدجر؟ هستنى إجابتكم في كومنت، وأول إجابة صح هقول اسمها الفيديو الجاي.
ما تنسوش اللايك والشير والجروبات اللي في الوصف. سلام يا أبطال قناة فهمناكو.